السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نجاوبكم على الاسئله تاعكم اللي طرحتوها عليا في الفيديو تاع الديول. شوفوا، اول حاجه لهنا نهضر لكم على السنيوه كي تكونوا رايحين تخدموا الديول وعلى بالكم بلي السنيوه تاعكم تكون تلصق، جيبوا قطعه تاع شحمه كما راكم تشوفوا، هذه الشحمه تاع الكبش دهنوها مليح، من بعد جيبوا بابي اوبسيرفون ومسحوا كامل ديك الشحمه، ما تخلوهاش، مسحوها. من بعد تستوها هكذا بصبعكم، شوفوها ولا مازالت ميدمه ولا ما بقاتش ميدمه، هي اوتوماتيكمون تبقى ميدمه باسكو السنيوه راهي بارده. وردوا بالكم ديروا شيفونه مشمخه، ما ديروش شيفونه مشمخه. كي تحطوها فوق النار هذيك الشحمه راح تزيد تذوب، كي تذوب لكم زيدوا مسحوها مليح بابي اوبسيرفون ولا شيفونه تكون مقطنه، لازم تكون مقطنه ماشي تاع نيلون باسكو تلصق لكم. كي تمسحوها مليح مليح هذيك السنيوه، المره الاولى كي ديروا العجينه تاعكم راح تلاحظوا بلي العجينه ما حبش تلصق لكم في السنيوه، بصح معليش كملوا بهذيك الكميه تاع العجينه اللي عندكم في يدكم، بقاو تنشفوا في هذيك الشحمه، شغل ضربوا عاودوا في السنيوه تاعكم، تبقى تترفد مره وزوج ومن بعد تولي تشد روحها عادي، تولي تشد في السنيوه نورمال. وثاني كاين اللي يشرو سنيوه جديده ما تشد لهمش فيها العجينه، كيف السنيوه كي نشروها جديده ثاني تكون ليس بزاف، تكون مازال ما تحكمش العجينه، تبقاو تخدموا بنفس الطريقه، دهنوها بالشحمه دائما المره الاولى، واللي قلت لكم اللي ما تحبش الشحمه دير قطره تاع زيت في البابي اوبسيربون ولا في شيفونه مقطنه وتمسح بها السنيوه تاعها وتنشفها بنفس الطريقه، تنشفها في الاول بالبابي ولا بالشيفونه، من بعد تعاود بالعجينه المره الاولى الثانيه الثالثه ما تحكمش، من بعد تولي تحكم روحها غير تطروده، السنيوه تاعكم تولوا ما تحتاجوش كامل للشحمه وما تحتاجوش كامل للزيت. نروحو دوكا تاني للطياب، قالوا لي كيفاش تحطي الديول تاعك. شوفوا، غير تابليكو العجينه تاعكم في السنيوه، قلت لكم جيبوا هكذا مغرفه تاع الحطب، نحوا لها الجوانب ثم ما تخلوهاش تيبس لكم العجينه، نحوا هذوك الطرف وبداو ترفدوا في الورقه تاع الديول تاعكم، ما تخلوهاش تيبس لكم، كي تنحوها طريه، يعني وريت لكم شفتوا في بدايه الفيديو كيفاش تتنحى طريه. دوكا نروحو نهضروا على كيفاش نحطوا الورق تاع الديول تاعنا. انا اللي حاطه قدامي طرشونه كبيره، الورقه اللي نحيها نحطها في هذيك الطرشونه، والورقه اللي فوقها شوفوا نحط الرطبه مع الحرشه، كاين جهه تاع الديول جهه حرشه وجهه رطبه، نفوت نحط الورقه الاولى نورمال، من بعد نشوف اذا كانت الجهه الفوقانيه تاعها حرشه الرطبه هي اللي نحطها فوقها، ما نحطش الحرشه فوق الحرشه والرطبه فوق الرطبه، الرطبه فوق الرطبه يلصقوا. وكاين اللي قالوا لي اسكو تدهنيهم بالزيت، ما ندهنوهمش كامل بالزيت ومستحيل يلصقوا، اذا حطيتوا الرطبه فوق الحرشه ما يلصقوا لكمش، اباغ اذا عكستوهم حطيتوا الجهه الرطبه مع الجهه الرطبه ثم سيغ يلصقوا لكم. وكل ما تخدموا زعما هكذا 10 اوراق ولا 15 ورقه دائما غطوهم بالطرشونه وزيدوا خدموا 10 وزيدوا حطوهم فوق العشرة الاولين وهي رايحه حتى تكملوا، باسكو ما تقدروش كل ما ديروا وحده لازم تغطوها، مستحيل تقدروا ديروها. كل ما تخدموا 10 15 هكذاك الورقه حطوهم غطوهم في الطرشونه وزيدوا كميه واحده اخرى، رفدوا ديك الكميه حطوها فوق الكميه الاولى حتى تكملوا كامل الكميه تاع العجين اللي عندكم، وراح يزيدوا يطراو بهذيك السخانه. كي تكملوا كامل الكميه اللي عندكم روحوا قسموا الديول تاعكم على 12 ورقه، يعني كل 12 ورقه حطوهم وحدهم. تحبوا ديروا كل 12 ورقه في ساشي هذوك ترانسبارون تاع البيع، وتطول الديول تاعكم على 2 تحطوهم في الساشيات كل 12 ورقه في ساشي، هكذا يبيعوهم قلت لكم بسعر 10000 للطزينه، واللي حبيت تعطيهم للجزار ولا تحطهم في المارشي يدوهم عليها ب 8000. وكاين ثاني في المارشي كما لاحظتوا يحطوا رفده تاع ديول، يحطوا كميه كبيره بصح ما بين 12 و 12 ورقه يديروا واحد الورقه، نتوما تحسبوا 12 تحطوا ورقه صغيره في الجنب ومن بعد تزيدوا 12 تحطوا ورقه واحده اخرى كما وريت لكم انايا في الفيديو، اني حاطه الورق بيناتهم، يغطوا كامل هذيك الكميه تاع الديول، يغطوها بساشي واحد، يعني يغطوها من الفوق للتحت ويحطوها هكذاك في المارشي، وفي المارشي يطيروا بهم، اذا لقيتوا وين تحطوهم في المارشي عندكش واحد يشدهم لكم يطيروا بهم في نهارهم يخلصوا، بصح عند الجزار يقعدوا نهار يومين 3 ايام باه يتمشاو. وشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، الديول يجوا هكذا رقاق. وكاين اللي قالوا لي الديول تاعك جو فيهم ثقوب، يجوا فيهم شويه ثقوب على خاطر انا نحب نديرهم رقاق، كي تقلوا الحبه تاع البوراك تجيكم ماشي معجنه لداخل. تحبوا ما يجوكمش كامل هذوك الثقوب زيدوا جروا شويه العجينه تاعكم، هذا ما كان بصح كي ديروهم هكذاك صدقوني بلي البوراك تاعكم تجي تلقوط تجي تتعلق ما تجيش مليحه.
واللي خلاو لي كومونتير قالوا لي علاه في وقت الشحمه نحيتيها ودرتي موسيقى. ماشي انا اللي درت موسيقى، جيت نعدل في الفيديو على استوديو يوتيوب، خرجت لي ديك الموسيقى وما قدرتش نحيها. من بعد كي حوست كيفاش ندير نحيها، قالوا لي ممنوع ما تقدريش تنحيها، الله غالب ماشي بيدي. نعتذر منكم بزاف، ماشي نيتي نقص عليكم حتى حاجه ولا نخبي عليكم كاش معلومه. كاين اللي قالوا لي علاه درتي خير كبير ومن بعد نحيتيه بهذيك الموسيقى، الله غالب سامحوني سامحوني سامحوني. واللي عندها اي سؤال تخليه لي في التعاليق، راني نجاوب على كامل الاسئله ان شاء الله. وما ماني حطيت لكم صفحه فيسبوك فتحتها جديده باه نتواصل معاكم وتبحثوا لي كامل واش جربتوا من وصفاتي ونحطهم في المنتدى. انا كملت معاكم لا فيديو لنهار اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.